السلام عليكم متابعي مالا كرة، طابت أوقاتكم. إليكم أبرز النتائج والأحداث لهذا الأسبوع. يعلن رئيس نادي برشلونة السيد خوان لابورتا إقالة المدرب تشافي هرنانديز من تدريب الفريق. نادي برشلونة واللاعبين يعربون عن شكرهم لتشافي على عمله كمدرب، والذي أضاف الكثير لمسيرته وللنادي كلاعب سابق وقائد للفريق، ويتمنوا له كل التوفيق في المستقبل. سيقوم تشافي هرنانديز بإدارة آخر مباراة له كمدرب للفريق ضد إشبيليا، وخلال الأيام المقبلة سيعلن نادي برشلونة عن الهيكل الجديد للفريق الأول. كافة التقارير الكتالونية تشير إلى أن هانسي فليك سيكون المدرب المقبل لبرشلونة خلافا لتشافي. إليكم أسعد اللاعبين. بتعيين فليك سيكون ليفاندوفسكي الذي حقق أرقاما مميزة تحت قيادته، حيث لعب 55 مباراة، سجل خلالها 61 هدفا وصنع 19 هدف، وهو ما يؤكد على كيفية توظيف فليك له واستغلال قدراته بشكل مثالي. الجمهور لديه تفاؤل بخصوص فليك، ولديه تصور مبدئي بأن المدرب الألماني شخصية جادة وقوية وقادرة على منح الفريق الكثير من القوة، بل وسيسجل نتائج إيجابية خلال فترة بسيطة، وأنه سيسترجع ماء الوجه لبرشلونة أمام بايرن ميونخ بعد الخسارة التاريخية أمام بايرن ب8 أهداف مقابل 2. يبقى السؤال: هل فليك سيغير في عقلية اللاعبين؟ أكيد. سيبدل لياقتهم؟ نعم. سيحول برشلونة فريق قوي بدني؟ ممكن. ولكن هل يستطيع أن يحقق بطولات بما لديه من أسماء؟ هنا يبقى السؤال الحقيقي والإجابة صعبة. آخر أخبار ريال مدريد. يظهر لوكا مودريتش من جديد مدى حبه ووفائه لريال مدريد من خلال رغبته في الاستمرار لموسم آخر بقميص الميرينغي. فبحسب الصحفي فابريزيو رومانو فإن مودريتش لا يهتم بالمال، وسيقبل بكل ما يقدمه له ريال مدريد من أجل تجديد. فأخبر الكرواتي إدارة الميرينغي برغبته في البقاء بأي ثمن بعد رفضه للعديد من العروض المالية الكبيرة لضمه هذا الصيف. أكد الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن ريال مدريد حسم قراره النهائي بشأن مستقبل لاعب أردا غولير، فاللاعب سيستمر في النادي الملكي، ولم يتحدث الريال مطلقا مع أي نادي بشأن غولير على سبيل الإعارة، وليس لديهم أي نية لذلك. وعلى الجانب الآخر لم يطلب غولير أبدا الإعارة، فهو ملتزم تماما مع النادي الذي يعتبره موهبة فريدة حقا. وفي ليلة حزينة لتوني أصد كروس نجم ريال مدريد جائزة أفضل لاعب في المباراة ضد بيتيز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بعد تقديمه لأداء رائع طوال اللقاء. وفي كأس الاتحاد الإنجليزي توج الهولندي إريك تين هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد بلقبه الأول على مستوى كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه على نظيره فريق مانشستر سيتي بهدف نظيف. وتساوى تين هاغ مع كل من يورغن كلوب المدير الفني فريق ليفربول وميكايل أرتيتا برصيد لقب واحد. إريك تين هاغ هو أول مدرب يفوز بنهائي كأس محلي كبير ضد مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا. وفي آسيا الظاهرة سفيان رحيمي ضد يوكوهاما سجل الهدف الأول، تسبب في ضربة الجزاء والهدف الثاني تسبب في طرد حارس يوكوهاما، سجل الهدف الثالث ليتوج العين بلقب بطل آسيا بمجموع 6 أهداف مقابل 3. وفي كأس ألمانيا توج فريق باير ليفركوزن بلقب كأس ألمانيا على حساب فريق كيزر سلاوترن بهدف نظيف في المباراة النهائية التي جمعتهما السبت. وسجل جرانيت شاكا هدف فوز باير ليفركوزن بالمباراة ليحصد الفريق لقب كأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه بعد المرة الأولى خلال موسم 1992 و 1993. انضم باير ليفركوزن للقائمة التاريخية في ألمانيا بعد تتويجه بالثنائية المحلية الدوري والكأس خلال الموسم الحالي. وذكرت شبكة أوبتا أن باير ليفركوزن أصبح خامس فريق يحقق الثنائية المحلية في ألمانيا بعد بايرن ميونخ ب13 مرة، وكل من كولن بريمن وبورسيا دورتموند مرة واحدة. حرص ستيفانو بيولي المدير الفني لنادي ميلان على توديع جماهير نادي بعد نهاية مباراة ساليزينيتانا والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3 على ملعب سان سيرو. قال بيولي في تصريحات صحفية أنها ليلة الشكر، لذا أبدأ بشكر الأشخاص الذين أرادوني هنا والذين دعموني والذين أعطوني الفرصة لتدريب نادي رائع. أشكر لاعبي فريقي، أنتم تعرفون رأيي فيكم وأنكم مميزون وستبقى هذه الأشياء معنا. كل واحد منكم دفعنا للأمام وحفزنا ومنحنا نوعا الطاقة التي حاولنا وضعها على أرض الملعب. باريس بطلا لكأس فرنسا في ليلة وداع مبابي. أكد لويس إنريكي مدرب نادي باريس
بعدما توج بكأس فرنسا أنه لا يوجد لاعب بديل مبابي من حيث الإمكانيات، مشيرا إلى أن النادي الفرنسي سيضم لاعبا مختلفا عنه. وأعلن مبابي رسميا الرحيل عن باريس بنهاية الموسم، وهو موعد انتهاء عقده، حيث بات قريبا من الانتقال لريال مدريد. وقال إنريكي عن ضم بديل مبابي في تصريحات صحفية: لا يوجد لاعب مثل إمكانياته، لذلك سوف نضم لاعب مختلف، نتعاقد مع 5 أو 6 لاعبين آخرين. إلى هنا نختتم هذه الأخبار. أتمنى أن تدعمونا باللايك والاشتراك.